الإنسان في مصر والوطن العربي. أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد اليوم وبنزول عدسة برنامجنا للحكاية بداية مع ياسر أبو شقرة لتغطية هذا الحدث الدولي ومن داخل دار الأوبرا المصرية ومركز الإبداع وفعالية جديدة من فعاليات مؤتمر القادة والمبدعين ورواد الأعمال العرب. ابقوا معنا مع أجمل وأحلى اللقاءات. معكم ياسر أبو شقرة. ولسه متواصلين أعزائي المشاهدين من داخل مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية وفعالية جديدة من فعاليات المؤتمر القادة والمبدعين لرواد الأعمال العرب. وسعدنا وشرفنا أن نلتقي بقى بلقاء مميز اليوم وفنان ورسام عالمي مشهور في مصر بس لا في الوطن العربي كله، وتكرم معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويطلق عليه أو يسمى طبعا رسام المشاهير والنجوم. تعالوا نرحب بفادي مدحت. أهلا وسهلا بك يا فادي. اهلا بحضرتك. منور الدنيا. بنورك، ربنا يخليك والله. ادينا وجه انطباعك النهارده او لفت انتباهك النهارده في المؤتمر. صراحة وبشكر الدكتورة ليلى بصراحة على دعوتها العظيمة ليا، وانها طلبت ان انا اجيب لوحة جميلة جدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان احنا نحمي بلدنا ونشجع بلدنا طبعا بوجود الرئيس السيسي طبعا. الدكتورة ليلى ندى اللي هي الامين العام للمؤتمر. بالظبط. عايز يعني انت توجه رسالة للدكتور محمد علام رئيس المؤتمر، تحب تقول له ايه؟ احب اقول له ربنا يخليك انك بتحب تعالج الشباب من مقاومة المخدرات ومن كل حاجة سيئة جدا، وانك بتعلمنا حبنا في بلدنا وطاعتنا لرئيس بلدنا، وان احنا نفدي مصر بروحنا وبكل شيء قبلنا. يعني دي اهم حاجة. ايه اللي استفدته النهارده؟ احنا استفدنا حاجات كتيرة جدا. استفدنا ان احنا يعني ايه نحب بعض ونقرب من بعض ونبتدي كده ايه نقول يا رب. يعني دي اهم حاجة، لان احنا ناسيين ربنا كتير تبادل ثقافات دايما من مصر والدول العربية، الثقافة والعلوم، يمكن ده اللي مجمعنا بيننا وبين بعض. بالظبط، دي ده حقيقة. اللي احنا يمكن لمسناه النهارده في المؤتمر. بالظبط حصل. اتكلمنا بقى على رسوماتك وحاجاتك اللوحات الفنية الجميلة اللي انت منتشر بيها على الساحة والسوشيال ميديا. طبعا انا بتشرف جدا ان انا راسم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار اشرف لوحة عظيمة جدا زي ما حضراتكم شايفين. يعني لوحة عظيمة جدا، ده رسم فحم بالايد، ودي بودرة فحم وفرشة واستيكة كهرباء، مفيش فيها اقلام خالص. يعني انا حبيت اطور اللوحة عشان كده تلاقوها طالعة بدقة عالية الحمد لله، زائد انها استيكة مط مش استيكة عادية تمسح لك الايه الصورة على طول. وطبعا اللوحة الجميلة دي اللوحة الثانية انا بقى امسكها واوريها للسادة المشاهدين. دي اهم لوحة. دي أهم لوحة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيعه الرسمي على اللوحة. فخامة الرئيس طبعا زي ما حضراتكم شايفين ماضي على اللوحة هنا، وده وهو بيوقع على الرسمة. يعني شرف عظيم ليا بجد بجد إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع لي على الرسمة. يعني ومن حبي فيه بحطه بادج هنا زي ما حضراتكم شايفين وسامه على صدري، لأنه رئيس بلدي وقلبي من جوه. أسعدنا لقائك بجد، هذا اللقاء المثمر الجميل ودايما متفوق ودايما مزدهر، وإن شاء الله ما يكونش لنا آخر لقاء، دايما مع بعض إن شاء الله. شكرا ليك يا فنان. تعيش، ربنا يخليك، وبشكرك جدا ودايما نجاح وتألق بوجودك. شكرا يا فادي. ربنا يخليك. لسه متواصلين أعزائي المشاهدين من داخل قاعة فعاليات المؤتمر المبدعين، ويسعدنا وشرفنا أن نلتقي بالدكتورة مونيكا الإعلامية الجميلة المتميزة. أهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ميرسي لذوقك، شكرا. انا اللي اسعد ومبسوطه ان انا شفتك. احنا تشرفنا بحضرتك النهارده في المؤتمر، وكلمينا بقى النهارده عن المؤتمر القاده والمبدعين ورواد الاعمال العرب. ايه اللي لفت انتباهك وشد انتباهك في المؤتمر؟ حابه اشكر دكتور محمد على الدعوه اول حاجه. رئيس المؤتمر طبعا، وانا مبسوطه اني انا معاه اول مره. بصراحه خطوه حلوه انه بيحاول يساعد، يكتشف الناس اللي عندها مواهب، يكرم، بيعمل حاجه كويسه، يعني بيقدم، بيظهر للنور. ايه اهم الافكار او الاقتراحات التي قدمت في المؤتمر، وخصوصا في ظل تبادل الثقافات ما بين الشعوب العربيه بينهم وبين بعض؟ دي حقيقة. بص، هي دي حاجة حلوة انه احنا بنبادل ثقافاتنا، بندي افكارنا لبعض، بنطور من نفسنا بالذات ان احنا كعرب. فانا مبسوطة عشان كده الصراحة. يمكن النهارده فرصه لجميع الشباب النهارده تلتقي من البلاد العربيه، الرجال الاعمال اللي هم يعني لسه مبتدئين، نقطه تواصل ما بينهم الافكار. دي حاجه جميله جدا، يمكن تسليط الضوء النهارده عليهم، صح كده؟ طبعا. وحابه اقول يعني انا ما حدش ابتدى كبير، كلنا بنبقى صغيرين بس الفكره انه انا لو عندي حلم احط الحلم الاول فوق
وافضل اطلع لحد ما اوصل له، مستسلمش مهما حصل. حضرتك منين بقى؟ من دولة الجزائر الشقيقة؟ انا من الجزائر. منين بالظبط المدينه قصدك؟ من سيدي بالعباس. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. نورت المؤتمر. ميرسي لذوقك. الله يخليك. تحب توجهي كلمة أخيرة أو رسالة قبل ما نختم اللقاء للدكتور محمد علامة وطبعا الأمين العام الدكتورة ليلى ندى؟ ليلى، حابة أشكره بجد، شكرا جزيلا ليك دكتور محمد إن أنت دعيتني على المؤتمر، وطبعا ليا الشرف إني أنا أكون في وسطيكوا كلكم، وزي ما حضرتك قلت نتبادل ثقافات. شكرا ليكي، نورتي لقائنا، وإن شاء الله ما يكونش آخر لقاء ودايما مع بعض. الله أكيد. شكرا. وأنا مبسوطة إن أنا شفتك بجد. شكرا. ولسه متواصلين أعزائي المشاهدين من داخل مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وفعالية جديدة من فعاليات مؤتمر القادة والمبدعين ورواد الأعمال العرب. وسعدنا وشرفنا أن نلتقي بالمنسق العام للمؤتمر الأستاذ محمد ربيع. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. اهلا وسهلا. منور الدنيا. ربنا يخليك يا فندم. ميرسي. ايه اللي لفت انتباهك النهارده بالمؤتمر، شد انتباهك بخصوص حتى النهارده في تبادل يمكن ثقافات وعلوم وفنون ما بين الشعوب العربيه بينهم وبين بعض؟ تمام. هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا بالنسبه للحضور والضيوف النهارده بصراحه يعني في منتهى الشياكه، وكان استقبال رائع، والناس بصراحه متعاونه معانا جدا، والحمد لله ما كانش في مشاكل لحد الان، والدنيا تمام وماشيه تمام الحمد لله في القاعه. اهم النقاط اللي طرحت النهارده في المؤتمر؟ هو دلوقتي حاليا مع المستشار محمد علامة. ايوه رئيس المؤتمر. هو دلوقتي حضرتك بيشرح اللي هو كيفيه فعاليات المخدرات حاليا دلوقتي الجلسه، وفي جلسات تاني بعد كده. تحب توجه كلمه ليه ايه وكلمه برضو للدكتوره ليلى الامين العام للمؤتمر؟ والله انا بشكرهم جدا، وبصراحه والدكتور ليلى بالاخص لانها تعبت معانا جدا. يعني هي كانت اول واحده موجوده هنا في المكان، وهي بصراحه يعني حد ممتاز جدا، واتمنى لها التوفيق والنجاح دايما في القادم. حلمك اللي جاي القادم ان شاء الله؟ ان شاء الله ان احنا نحقق اكبر نجاح ان شاء الله، وطبعا نوصل للعالميه ان شاء الله، وننظم مؤتمرات بره. شكرا يا فندم. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل مركز الإبداع الفني ودار الأوبرا المصرية، وفعاليات جديدة من فعاليات مؤتمر القادة والمبدعين ورواد الأعمال العرب. وسعدنا وشرفنا أن نلتقي بقى لقاء مميز وجميل ومثمر مع حبيبي الدكتور أسامة البدري، الدكتور المحاضر في الإعلام. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. منور الدنيا ومنور الأجواء كلها في المؤتمر. نور حضرتك، ودايما إعلامي متميز بلقاءاتك المتميزة وبضيوفك المتميزين. تسلم لي يا رب، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة والسلام. احكي لنا النهارده بقى ايه اللي لفت انتباهك النهارده وشد انتباهك في أثناء المؤتمر؟ والله هو المؤتمر مختلف شوية عن يعني الاحتفاليات اللي احنا بنحضرها أو المهرجانات اللي احنا بنحضرها، لأنه أولا هو مؤتمر علمي وطبي بيناقش 3 جلسات، في جلسة طبية وفي جلسة خاصة بالمحامين والقضاة، والجلسة الثالثة هتبقى جلسة سياحية. ايه النقاط الأساسية أو الهامة اللي تم تسليط الضوء عليها النهارده في المؤتمر؟ هو بيعالج فكرة المخدرات الرقمية، ودي غير المخدرات العادية اللي بيتم تعاطيها عن طريق التناول أو عن طريق الكيمياء أو عن طريق الحقن أو كده. دي مخدرات رقمية يعني خاصة بالسوشيال ميديا، زي الألعاب اللي بتكون موجودة على السوشيال ميديا بتؤدي إلى الانتحار في النهاية لأبنائنا وشبابنا. هو بيعالج النقط دي. في فكرة معينة ممكن طرحوها النهارده في المؤتمر، يعني يمكن مثلا في ظل طبعا تلاقي تبادل الثقافات العلمية والفنية ما بين الشعوب العربية ما بينهم وبين بعض. الدكتور محمد، هو المؤتمر هو عبارة عن تجمع لأكبر أطباء موجودين في مصر وفي الوطن العربي، وأكبر محامين وأكبر قضاة وأكبر مجموعة مهتمة بالسياحة، علماء الآثار وعلماء السياحة. فبكده بيكون هو عامل بيكون عامل تواصل وترابط ما بين مصر اللي هي رائدة في الطب والحضارة، احنا طب 7000 سنة، احنا حضارة 7000 سنة، وما بين التطور الحديث اللي حصل لأشقائنا في الدول العربية وانفتاحهم على العالم، وإن هم تطوروا في أكتر من مجال. حلمك اللي جاي إن شاء الله أو أفكارك الجديدة في البرنامج بتاعك إيه؟ بالنسبة للبرنامج إن شاء الله قريبا عودة لبرنامج عقول وقلوب، وهو برنامج طبعا متنوع، وكمان من خلال تنظيمي لمهرجان القاهرة الدولي للفنون. إن شاء الله يكون من أكبر المهرجانات في الوطن العربي لدعم واكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة. إن شاء الله. إمتى بقى دكتور غششنا؟ قريبا إن شاء الله. تابع الصفحة وقريبا إن شاء الله. تشرفنا وتنورنا طبعا.
كلمة أخيرة قبل ما نختم لقائنا المثمر للدكتور محمد علامة طبعا رئيس المؤتمر، وكلمة أيضا لأمينة العام للمؤتمر الدكتورة ليلى ندى، تحب تقول لهم إيه؟ دكتورة ليلى هي زميلة في الإعلام وصديقة شخصية وإنسانة طموحة جدا. دكتور محمد عمارة من القامات الطبية. أنا بهنيهم وبشكرهم على المؤتمر ده، لأن المؤتمر هو مؤتمر هادف، ونادرا أو قلما أن أنت تلاقي حاجة هادفة بتتعمل بالشكل المنمق والشكل المنظم بالشكل ده. دايما سعداء بيك، دايما منورنا في كل لقاءاتك، اذا كانت في المهرجانات او الايفنتات او المؤتمر الدولي، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء مع بعض ان شاء الله باذن الله. وتحياتي ليك يا فندم، شكرا ليك. تحياتي وتقديري وشكر لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. مساء الخير عليكم، واليوم ما زلنا من داخل المؤتمر من داخل دار الاوبرا، ومعنا الدكتور سامح الفيشاوي. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. يا استاذه، ازي حضرتك؟ وتشرفت بيكم وميرسي للتكريم اللي اتشرفت بيه. انت من المكرمين اليوم وبتستاهل يا دكتور. انت لك باع بالتجميل. يعني نشكر ربنا الحمد لله، يعني نقدم ما بنقدر، نقدم فكره ونقدم خدمه يعني من كلها من الموارد الطبيعيه. قد ايه يا دكتور عندك يعني باع طويل كام عام بمجال التجميل؟ لا يعني عمري، يعني انا عجوز مش صغير، يعني انا عجوز يعني ممكن فوق ال 30 سنه يعني الحمد لله. طيب يا دكتور، ايه النصيحه السريعه اللي ممكن تديها للناس عن التجميل او عن البشره للسيدات والرجال؟ طبعا نقدر نقول ان ممكن كل حاجه من الموارد الطبيعيه تستخدم للتجميل. يعني احنا نحاول نخف من الكيميكالز شويه، ان الكيميكالز النهارده دخل في الاكل والشرب، كمان مش هندخله في التجميل، بس نقدر نستخدم الموارد الطبيعيه. ايا كان الموارد الطبيعيه نقدر نعالج بيها السكين كير والهير كير، وكلها موارد طبيعيه. في افكار كتيره، ولو دخلتوا على صفحتي اقدر اخليكي تعملي لون لشعرك من الموارد الطبيعيه، كريم للتجيد او لتفتيح البشره من الموارد الطبيعيه، للدايت للنحافه برضو كلها من الموارد الطبيعيه. يعني نستغنى عن الليزر والبوتوكس والفيلر وعمليات التجميل؟ اساسنا التجميل اساسه موارد طبيعيه، بس احنا حياتنا كلها بقت تكاوي، عايزين كل حاجه بسرعه. لكن احنا لو اعتمدنا على موارد طبيعيه بيز بيور خام هتعمل معانا نتيجه ايفكت انا واثق منها. والحمد لله يعني ورشه العمل بتاعتي ان انت تعملي حاجتك بايديك، او تعرفي ايه اللي بيتحط على شعرك او بشرتك ايا كان يعني. طبعا الحديث عن التجميل ده ما بيخلص يعني اكيد. النهارده بخصوص التكريم، وانا اتشرفت بيكم في اليوم الحر دوت. معلش احنا متبهدلين طبعا، الجو درجه عاليه جدا، وانا جاي النهارده مخصوص من الساحل عشان تكريمي ده شرف ليا في مؤتمر دولي يشارك فيه 22 دوله. ده هيفرق يعني. ميرسي للاستاذه ليلى، طبعا الدكتوره ليلى اللي هي قدرت تعمل ارتباط ما بين الدول العربيه بخصوص فكره جميله قوي كانت بتشمل ديجيتال دراجز. يعني نقدر نقول الميديا بقت ادمان يعني، ونقدر نستخدمها في الصح ونقدر نستخدمها في الغلط يعني. صحيح، احنا سعداء بالكفاءات اللي موجوده اللي قدروا ان يكون في تكريمات اليوم، منهم حضرتك. نورتنا اليوم. ميرسي ليك وقناة الحدث، وإن شاء الله يبقى لينا ورشة عمل قريب عن قرب بإذن الله. إن شاء الله يا دكتور. الناس كتير مشتاقة أنها تسمع كتير عن التجميل وللحديث بقية. يشرفني، أنا صفحتي اسمها لوبيتا كير، أو على جوجل دكتور سامح الفيشاوي. أتشرف بيكم بأي أسئلة استشارات فور فري. وبرضه بخصوص المؤتمر أنا عامل، نقول بقى مش بعمل دعاية بقى للبراند بتاعي، لكن في خصومات بجد، واللي محتاج اي حاجه انا موجود تحت. عن نصب اليوم ان في خصومات للدكتور سامح الفيشاوي. احنا اتشرفنا بيكم طبعا، وانا عينيا الاثنين ليكم وقناه الحدث. واحنا النهارده يوم مرهق جدا وجو حر جدا طبعا، احنا متبهدلين خالص، بس يكفينا المؤتمر عمل ارتباط دول عربيه بكتير لفكره معينه وتوحيد او الخوف على اولادنا والمستقبل اللي جاي. اتشرفت بيك. نورتني يا دكتور، ومنور دايما عالم التجميل. اتشرفت بيك يا استاذه، اتشرفت بيك. شكرا يا دكتور. كل سنه وانتم طيبين. يا مساء الخير، ولسه مكملين معاكم في مهرجان الابداع ورواد الاعمال. معانا النهارده ضيفنا الجميل رجل الاعمال مسلم حسن. اهلا بيك يا استاذ مسلم. اهلا بيك يا استاذ باسم. شرفتنا طبعا. اول حاجه في المؤتمر ده حابين نعرف منك يعني تفيدنا اكتر عن حضورك هنا في حضورنا بالنسبه لنا اتكلم على اقتصاد تجاره السيارات
تمام. تجارة السيارات دي هي طلعت بنسبة كبيرة. السوق طبعا فيه ركود وفيه علو في الأسعار، بس الحمد لله الفترة اللي فاتت دي كان في شغل حلو وفي استيراد والدنيا تمام الحمد لله. تمام. اتحرك. اللي هو كان فيها الاسعار عاليه والناس كلها اشتكت من الاسعار بدأت تريح شوية فالحمد لله يعني الدنيا تمام يعني. طب انت شايف ايه المستقبل اللي جاي؟ يعني هل فيه الاسعار هتنزل في السيارات، ولا هتبقى زي ما هي، ولا هتعلى تاني؟ لا، الاقتصاد الايام اللي جايه ده يبقى كويس ان شاء الله، يبقى في نزول في الاسعار عشان كل حاجه بقت متوفره. كل حاجه الحمد لله بقت متوفره. تمام. وطب بالنسبه لقطع الغيار، هل بتنزل بقطع غيار ولا سيارات بس؟ لا، انا عندي مراكز صيانه، عندي فرعين تمام، والدنيا تمام يعني. بخدم على المعرض السيارات يعني. دول مركزين كبار، مركز عمار للاطارات والبطاريات، وكله تمام يعني الحمد لله. هل لك نشاط تاني غير تجاره السيارات، ولا هو تجاره السيارات بس؟ في العقارات. مستثمر عقاري طبعا. مستثمر عقاري. تمام. طب تحب تقول ايه في اخر حاجه للمؤتمر يا استاذ اسامه؟ انا بشكر كل الحضور الموجودين كلهم والرؤساء، واللي بشكر الاستاذ باسم طبعا ربنا يخليك، وبشكر كل اللي موجودين. تسلم. تسلم يا استاذ مسلم، نورتنا وشرفتنا.